الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضح الحلال من الحرام وأبان، وحذر من المراء والخصام والعدوان، وحث على ترك الجدال العقيم بين بني الإنسان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هادي الإنس والجان إلى دار السلام وجنة الرضوان بالعمل وفق السنة والقرآن، صلى الله عليه وسلم وعلى آله المبرئين من الآثام والنقصان، المنزهين عما يقوله أعداء الإسلام من البهتان، وعلى صحبه والتابعين المتصفين بأعلى مراتب الإيمان، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم العرض على الواحد الديان. أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على نار جهنم لا تقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحمد الله على الغيث، ونشكره على أن من علينا بسقيا الرحمة، ونرجو منه المزيد سبحانه وتعالى. كريم رحيم مجيد. متابعة الأحداث المستجدات اللي حدثت في سوريا وتركيا وهي من الزلزال، وكثر التعاليم وكثر الجدال في هذا الباب في المجالس وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفيما هو منشور كذلك في الصحف. نسأل الله الرحمة للمفارقين قبل كل شيء، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، ونرجو الشفاء للمصابين والسلامة لكل المؤمنين في كل مكان. خطبة بلشتون: الجدال بغير علم ضلال. الجدال هذا يسمى جدال عقيم، جدال بغير علم فهو ضلال. وكل واحد يقول، واحد يقول عقاب من الله، واحد يقول إعادة من الاستقامة، واحد يقول اللي ماتوا شهداء، والآخر يقول ليس للدين علاقة في ذلك، بل هي أمور علمية وطبقات تكتونية وغير ذلك. وكل ذلك هو جدال عقيم يفضي في بعض الحالات إلى الخصام والعراك، بينما الدين الإسلامي يحثنا على ماذا؟ على الاجتماع وعدم الفرقة. فالإسلام هو حث على الألفة وعلى التقارب وضد التنافر. معناش مش نتنافروا بجدال عقيم، فهذا منهي عنه، وهذا يسبب العداوة ويسبب البغضاء ويسبب كذلك الاستنكاف من المسلمين إذا كان الإنسان يترحمش على المسلمين في هذا المكان. وما أصابه من قدر الله، القدر المبرم الذي قدره الله سبحانه وتعالى، وقدرته معناها طالت كل شيء ولن يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى. وهذا من الإيمان. ما ناخذ في شؤون في المراء والجدال. الجدال أو المراء هو نقاش بدون حجة، ما ثباش حجة، ما ثباش علم لإثبات معناها الأمر أو نفيه. وفي بعض الحالات يكون مشحون معبي بالغضب وبالسب وبالشتم. ولو كان لأحدهم الحق في الدين الإسلامي، إذا كان الشخص المقابل مش قابل بالشتم منك، خليه يمشي. علاش؟ لأنه قد تفقده وتفقد التواصل معه، وفي هدايته يصعب عليك ذلك، والطريق اللي كان مبني بينه وبينه معناها بالتواصل قد يفقد. ومش معنى هذا الإنسان مش يسكت على الحق، لا، مش معنى هذا يسكت على الحق، لا، أجلوا الحوار بالحجة والبرهان. وكذلك لما أورده البخاري في صحيحه عن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يتلف المسلمين والمؤمنين، القرآن تقرأوه معكم، فائتلفت قلوبكم أي توافقتم في معناه، في مفهومه، في مقصوده، أقرأوا. إذا كان دخل بينكم بعض التأويلات اللي هي مش صحيحة وبديتوا تتنافروا، قوموا خليها حتى تتقاربوا. مش معناها بلا ندرس القرآن، لا، حتى نتقارب في معانيه. ففهم معانيه معناها مطلوب، والمقاصد معناها الصحيحة مطلوبة. أما إذا اختلفنا فنترك ذلك إلى أن نتقارب وأن نبحث عن الحقيقة. بل فقال: فقوموا عنه. قال الحافظ رحمه الله: أي تفرقوا لئلا يتبادل بكم الاختلاف إلى الشر والقطيعة. وهذا
معناها ترك القرآن في هذا الباب، ولا يعني ما نقول السكوت على الحق أو معناها الكلام مع الذي ليس له استعداد للإنصات، كذلك ما يدخل في هذا الباب. واعلموا أن المراء أو الجدال العقيم مذموم، وهو ما يكون فيه الإنسان يفضي قلنا إلى الغلب. وناخذ من القرآن ما أمر به رب سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في كل أسبوع من السنة أن نتلو سورة الكهف. وسورة الكهف فيها من الدروس والعبر اللي نحتاج إلى تذكرها كل أسبوع، من بين شمول رب سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: عدم المراء في عدد أصحاب الكهف. شمول رب سبحانه وتعالى: فلا تبالي فيهم إلا مراء ظاهرا. واحد آية نقراها كل أسبوع، ورب يبارك لكل نقرأ من السنة تلاوتها والاعتبار، مش تلاوتها نصرف فيها، لا نقف شو حتقول قال فلا تبالي فيهم إلا مراء ظاهرا. شو معناها؟ معناها ما تباليهمش، ما تجادلهمش إلا المراء الظاهر. شو المراء الظاهر؟ هو السبيل معناها الفهم الذي لا سبيل إلى إنكاره. معناها تعطيهم حجة اللي ما يمكنش ينكروها بالكل. هذا المراء الظاهر، أي أنك تعرف الحجة الصحيحة اللي هي مش تقنع بها الطرف المقابل، حتى لا يطول الجدال ولا يكون معناها مقاطعة. معناها وكذلك لابد أن نتعرف على سبيل المعرفة ما هي أصول الجدال. ثم الجدال العقيم وثم الجدال النافع. الجدال النافع مش بالحجة اللي هي قوية، ليش ناخذوها هذايا؟ ناخذوا كذلك من القرآن من كتاب رب العزة الذي يقول في سورة النحل: يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. شوفوا مليح الشروط رب يذكرها كيفاش يكون الجدال. لابد أن تمتلك الحكمة وتمتلك الموعظة الحسنة. لابد أن تمتلك الحكمة والموعظة الحسنة، ثم يكون الجدال بالتي هي أحسن. لابد باش الإنسان يمتلك الخصلتين الوصفين هذوما حتى يجادل. هنا الحكمة ايش معناها؟ أي أنك عالم بالتأويل وعالم بما هو دليل قاطع، وعالم كذلك معناها بما ذكر الله سبحانه وتعالى حتى تستطيع أن تقنع غيرك. والموعظة، الموعظة هذه الأسلوب اللي مش يقدم الحكمة، مش يقدم النصح. لابد يكون عنده أسلوب يرغب يجذب الناس، كما المعلم في الفصل، كما الأستاذ عنده طريقة وعنده أسلوب كيفاش يفهم الكلام ده، كيفاش يقرب لهم المفهوم، كيفاش سهل لهم. فهذا من الموعظة الحسنة اللي يقرب لهم المفهوم. وكذلك وجادلهم بالتي هي أحسن. شوفوا الكلمة، فما كلمة أحسن هذيك هي اللي بها الفائدة. جادلهم بالتي هي أحسن، أي أحسن مما قالوا. المشركين مثلا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما نعبدها الذي تقربنا إلى الله زلفى، يعبد في الأصنام باش تقربنا ربي. لا، رب سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، ما فيهاش شرك. بل هنا يولي نقولوا احنا جدلهم بالتي أحسن، أي بدليل أحسن مما قالوه. إذا كان قالوا هذه الزلزال هو طبقات طبيعية وهي اختلال في الطبقات التكتونية، فنقول أن الله مسير ذلك. قل لا علاقة بالدين، العلم هذا كل أثبته صحيح، ولكن من مسير الكون؟ من مسير ذلك؟ كل شيء رب سبحانه وتعالى خلقه بقدر. بل على أن تكون المحاجة أحسن مما قالوه. يقول تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منهم آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخرى متشابهات. شوف الآية هذه قديش تشكل. معناها أن القرآن اللي يجي مش يفسر حاجة بالقرآن لابد يعرف المحكم ويعرف المتشابه. إذا المتشابه ضد المحكم شنو والمتشابه شنو، ويكون عارف القرآن وعارف السنة وعارف اللغة العربية. هذه كلها باش الإنسان يتكلم ويقنع شخص في باب معين أو يعطي حجة، لابد أن يمتلك ذلك. بل قلنا الأولين الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، لأن القرآن يحتاج إلى من يفهمه ويحتاج إلى من يبلغه. يعني ربي قال فيما قلنا في سورة آل عمران:
فيه المحكم شنو المحكم؟ المحكم هو ما اختلف العلماء فيه، ولكن ناخذ الاهم اللي وارد في التفسير هذا هو ما كان محكما اي لا يقبل فهمين، فيه فهم واحد. يقول لك ربي سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين، الطفل باي والولد باين، فماش حاجه اخرى، ما تقولش اخر، ما ثماش تاويل اخر بخلاف هذايا. او الام السدس فالام السدس ما ثماش. اذا كان قال البنت النصف فالبنت النصف، فهذه ما تحتملش التأويل حسابيا، فهي هذا من المحكم. المتشابه كذلك فيه من الأشياء اللي فيها يمكن أن تفهم بعدة مفاهيم، وهنا جاءت التفاسير، تفسير القرآن. العلماء فسروا القرآن كل بفهمه لمقصد أو لمعنى معين، أو باتباع اللغة العربية، أو باتباع الأحكام الموجودة في السنة النبوية، أو في الإجماع، أو في القياس. من الإنسان الذي يتكلم في القرآن بدون علم فهذا من الكبائر، فهو محرم عليه. ونشوف قداش في مساحات التلفزة أو مواصل التواصل الاجتماعي كيف الناس يفتون بغير علم في القرآن، ويتكلموا وينحي آية من هنا وينحيها من سياقها ويسوقها كما يحب هو، ويقولوا صلاة الاستسقاء مثال من الخرافات أو من الأشياء اللي هي زايدة، ونقدر نعملها بالطرف. هذا من الأشياء الذين يتكلمون فيه بغير علم. ولذلك القرآن كل مرة يتجدد التفسير، يجدد التفسير كل مرة. زعما وقفوا كلام عاش فيه تفسير، لا، كل مرة فيه تفسير، وكل مرة كل واحد يأول باعتبار الأشياء اللي هي قد تستشكل في المعنى في التفسير بتاعها. ولذلك نحتاج إلى العلم باللغة العربية، ونحتاج إلى علم القرآن، لأن القرآن يفسر القرآن. قداش بتقصص، تذكر قصة سيدنا موسى في القرآن كثير وكثير، لكن في كل مرة فيها معنى زائد على المعنى السابق. ولكن قال سبحانه وتعالى جل في علاه يعود فيها رواية، يعود فيها بس، لا، لأن فيها معاني زيادة على الذكر السابق. ولذلك نحتاج للمعرفة القرآن، القرآن يفسر القرآن ولا يفسر القرآن. نحتاج إلى السنة، وهنا ثم ناس اللي تنكر السنة والعياذ بالله، لأنها تفسر القرآن بالأعمال وبالإقرار وبالأقوال. والإجماع كذلك ما أجمع عليه الفقهاء، والقياس. والمقصد من ذلك مش معناها تضارب، مش معناها ثم تضارب، لا، لأنهم وجدوا نصوصا قد يبدأ في ظاهرها تضارب ولكن هي متوافقة. فلذا علي بن أبي طالب يقول يحشر القرآن يوم القيامة ذكرا، معناها كأنه ما تفسرش. شوفوا كيف يكمل هائل عدد من المفسرين، ويجي يوم القيامة القرآن كأنه ما تفسرش. معناها أي معناه مازال في معاني أخرى نخرجوها للواقع بتاعنا. ولهذا نقول القرآن هو صالح لكل زمان ومكان، فنحتاج إلى الفكر اللي هو مستنير بما هو من أدوات التفسير لبيان ما فيه من خفايا، ورب سبحانه وتعالى جعله هكذا حتى يكون صالحا لكل زمان ومكان. يقول رب سبحانه وتعالى في سورة صاد بما ذكرناه: كتاب أنزلناه إليك، تقول كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مبارك، وبعد ليتدبروا. احنا المجموعة اللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليتدبروا، ما قالوش لتتدبر، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيه البركة، فيه الخير، فيه المنفعة، فيه وكان عندهم ونفرشي ليتدبروا. ما قالوش أنت بركة، لا، ليتدبروا يجي بعد من العلماء والفقهاء، ونعرفوا أن العلماء ورث الأنبياء، ليتدبروا آياته وشبههم وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول، يعملوا في رايهم ويبديوا مستجدات بما هو في الوقت ذا، ولا نصدق من يقول أن القرآن صالح لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وغير صالح لزماننا. فالقرآن صالح لكل زمان ومكان مع السنة والإجماع والقياس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. الحمد لله ذي القوة والعزة والجبروت والسلطان،
الذي لا يخرج عن قدشه وقدرته إنس ولا جان. أحمده سبحانه وأشكره وهو العظيم ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أخوة الإيمان، إذن من يفتي بغير علم فهو آثم. من يفتي بغير علم فهو آثم، لأنه معنى فتواه ستنتقل من شخص إلى شخص ويحمل وزرها كلما تناقلت وكلما توارث ذلك. فكل من يفتي كذلك بالقطع فيما هو محتمل. ايش معناها بالقطع؟ يقول هذه راهي تكون زلزال كان عقاب، وهي عقاب صارم لأن الناس قد انتشر فيها الفساد من الصالحين والمصلحين، وهذا من الأشياء اللي هي محتمل يكون ولكن ليس قطعيا، مش قطعي. فهذا من الأشياء التي لابد أن تكون فيها معناها ترك المجال إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها من الأمور الغيبية. صحيح قد يعاقب الله بذنب، قد يعاقب الله بذنب، ولكن هل لك دليل على ذلك؟ لأنها من الغيبيات، ولكن علينا أن نأخذ العبرة من ذلك، فلا نتجرأ على خصوصية الله سبحانه وتعالى في غيبيته، ولكن نأخذ العبرة مما قاله الله سبحانه وتعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، بالشدة والرخاء. قد يأخذ ولد صغير، قد يأخذك بالصغير، قد يطيل في عمرك، ولكن لا نقول إلا ما يرضى الله سبحانه وتعالى، لأنها من القضاء المبرم. مش معنى القضاء المبرم الذي ربي سبحانه وتعالى قدره وليس لك فيه يد كالموت. الإنسان ينجم يقول احنا يطول في عمره؟ لا أبدا. إذا جاء الساعة بتاعه الإنسان معناها يلبي داعي الله، وقد يبتليهم برفع درجاتهم كذلك، لأن الابتلاء ليس إلا نقول احنا معناها اما يكون عقاب او يكون معناها تفكير من الغفله او يكون ردى، او كذلك لا يكون عقابا ولا ردى. هذا يجب يكون مصيبه اصابت الناس اللي هما لا يؤمنون بالاسلام، ما يروها امور طبيعيه وامور عاديه، ولكن لابد من اخذ من العبره. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن معناها التعب، ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أنا شوفوا المصيبة أو حتى الشوكة معناها تحسبها لله وتقول هذه من أمر الله، فإنك تنال بها الجزاء. وترى سبحانه وتعالى كذلك معناها يعاقب بسبب المعاصي. شو دليلنا؟ وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هو ويعفو عن كثير. ايش معناها؟ قد يكون هذه عقاب، وقد يكون مش عقاب لك انت، قد يكون معناها تأجيل العقاب. ويعفو عن كثير أي لا يعاقب بالذنب في الدنيا. ايش معناها ويعفو عن أجل العقاب؟ إذا كان ارتدع وتاب الرب أو يزول كل شيء، فكل مرتبطة ببعضها. فهذا من الأشياء اللي هي لابد أن نعود إليها ونفهمها معناها حق الفهم. ويوافق ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا كان العقوبة في الدنيا أخف من الآخرة، لأن الآخرة والعياذ بالله نار كما ذكرت في الخطبة، نار جهنم أجسادنا عليها لا تقوى. رب إن شاء الله يعافينا ويعافيكم من نار جهنم. إذا قال هنا: وإذا أراد الله بعبد الشر مسك عنه بذنبه حتى يوفيه يوم القيامة، حتى يحاسب يوم القيامة بهذا الذنب. وكل هذا ليس إلا احتمال. لماذا؟ ايش معنى احتمال؟ مش قطعي. حتى الإنسان يتوب لربه، حتى يرجع ويأخذ الموعظة ويعود إلى منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان عليه أن لا يغفل. ايش معنى يغفل؟ الإنسان يعتاد على الصحة، ما يحمدش ربي، لأنه تعود. كله يقول بس عليه مش يا رب الحمد لله الذي رصدني بعد الممات. ينسى. علاش؟ لأنه تعود هذه النعمة وتعود عليها ويصير كأنها مكتسبة وما تزولش. وقتاش تفكر ربي؟ قال له: وقت اللي يقول يا رب اشفيني، يا رب عافيني، تحمد ربك بل وانت بصحتك.
فالإنسان عليه أن يداوم على شكر النعم ولا يغفل عن ذلك. أخوتي في الله، من التعدي المحرم وهو كبير من الكبائر كما قلنا أن يفتي الإنسان بغير علم. قال الله تعالى في ذلك في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به نهي واضح. ما تحدثش بحاجة ما تعرفهاش، ما تقطعش. عندك علم، عندك علم بالقرآن والسنة وبالإجماع وبالقياس وباللغة العربية، وعندك بقى دراساتك مش فايدة بالشهادة. أو دكتور قال، وكم من دكتور موجود وتلقاه لا يفقه شيء من القرآن، وغير ما نقول أسماء على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتطاول على القرآن ويقول في غير علم، وهذا من الكبائر. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. لا يفلحون، يتجرؤون على كلام الله. معناها قال ابن سيرين في ذلك: الدين هو علم. الدين هو علم، العلم الشرعي دين راهو، معناها فهو علم لابد أن تعرف محكمه وتعرف متشابه وتعرف الناسخ والمنسوخ وتعرف كل الأمور هذه. وليس الإمام قادر مش يفتي، لا أنا قادر مش يفتي ولا حتى حد، إلا إذا كان عنده علم وتمكن من العلم الكل. فالإنسان في بعض الحالات أسأل وكل ما نعرف شو حتى نسأل ونشوف وحتى نبحث ونسأل اللي هو أعلم مني وخير مني من الفقهاء أو العلماء اللي هم سبقونا. إن شاء الله ربي يحفظنا من الزلل ومن من الفتوى بدون علم. ألا وصلوا عباد الله على رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال جل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا ونور أبصارنا وهدايتنا في الدنيا والآخرة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعله ممن يقيم حروفه ويغير حدوده. اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين يوم الحساب يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الداعين، يا أكرم الأكرمين، يا ناصر المستضعفين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من الزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نعوذ بك من الغفلة باعتياد النعم والمداومة على الشكر والحمد والثناء يا كريم العطاء. اللهم استر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى خير، ومن أراد بالإسلام شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم واجعل بلادنا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك في هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء أن ترحم آباءنا وإخواننا وأمهاتنا ومعلمينا وأساتذتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل انتشارنا بعد انتشارا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، واكرمنا بمغفرة الذنوب وستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.